كده من كلام حضرتك ان في مشكله بتبقى في الصمام بتاع المعده، هي دي يعني الاساس او ده السبب. طب ايه مشكله يعني ايه السبب وراء موضوع الصمام ده؟ وهل ده السبب الوحيد اللي يعني بيخلي العيان يحس على طول بموضوع الارتجاع ده؟ تقصد اسباب ارتجاع المريء ايوه يعني، بالظبط اللي هو كده. بيأثر على الفتحه والصمام ما بين ايوه المعده يعني هل موضوع الصمام بس ولا في قصص والمريء. تانية؟ بص، اول حاجه طبعا اللي هو التدخين. تمام، اه التدخين طبعا سبب رئيسي في موضوع ارتجاع المريء، انه تمام بيأثر على الفتحه او الصمام ما بين المعده والمريء. تمام. تمام. السبب الثاني الاكل والنوم مباشره. تمام، يعني طبعا عادة المصريين ده او عادة كلنا معظم الناس طبعا يخلص شغل بالليل ياكل وينام. على طول تمام، ما طبعا كل ده 100% من الناس ديت لازم يحصل لها موضوع ارتجاع المريء. تمام. تمام. السبب الثالث برضو مشهور جدا، الناس الاوبيز، الناس السمنه، الوزن الزايد. اه طبعا الناس دي طبعا اكثر عرضه طبعا لا يجيلهم كده ارتجاع مريء. ده ناس كتير فطبعا طبعا الشعب كله. فده نصيحه طبعا، لازم العيان دي طبعا العيان الاوبيز او الناس اللي هي وزنها زايد تنزل، عشان ده سبب برضو مباشر او سبب رئيسي بيأثر على الفتحه او الصمام ما بين المعده والمريء. تمام. الاكل بقى السبايسي واكل الشارع والفاست فود بقى، كل ده طبعا زي ما انت حدث شايف. ولا حرج. طبعا ده منتشر جدا عندنا في الشارع المصري يعني. تمام. ده بيسبب طبعا مشكله في الصمام ما بين المعده والمريء، او بيسبب ارتجاع مريء. تمام. الاكثار من الادويه، طبعا عندنا الشعب المصري ما شاء الله عليه في الادويه المسكنه وادويه الكورتيزون بطريقه يعني غير عاديه. تمام. طبعا الاكثار والادويه المسكنات والمضادات الحيويه في غير موضعها الصحيح طبعا بجانب انه بيأثر على جدار المعده، بيعمل لنا مشاكل برضو في ارتجاع المريء. طبعا يبقى طبيعه الاكل وطبيعه وطبيعه الادويه اللي بيستخدمها المرضى بكثره زي الادويه المسكنه وكده. في طبعا سبب منتشر جدا ومشهور برضو اللي هو الهيئه الهرنيا او الفتق في الحجاب الحاجز. طبعا طبعا سبب مهم جدا بيعمل ارتجاع مريء، وده على حسب الدرجه بتاعته. في درجات بقى، يا اما مايلد مودريت او سيفير. لو مايلد ومودريت يعني بسيطه او متوسطه يعني ده غالبا بتبقى علاجات بتاعتها بعد كده ميديكال يعني. اول حاجه سيفير ولارج، علاجات علاجيه او الحجم بتاعها لارج، ده طبعا لازم لازم شغل جراحه بره، لازم جراحيه. جراحه بقى مش تبع تخصص البطن خالص، بس طبعا بتكون سبب مباشر ورئيسي في الارتجاع المريء. طيب من ضمن الاسباب دي كلها بقى ازاي اعرف ان هو ده السبب؟ يعني طريقه بقى التشخيص السبب المسبب هو عشان عيان الارتجاع المريء طبعا التشخيص بتاعه من الكلينيكال كويس. يعني لو انا اقعد مع العيان هو الفحص الكلينيكي في العياده، الفحص اللي اسمع العيان كويس، شوف الشكوى بتاعه المريض بتاعته، وشوفها ريليتد للاكل ولا ايه، وايه نظام العادات بتاعه الاكل بتاعته او الادويه المسكنه بياخدها بكثره، مع الشكوى الكومبلين بتاعه، الشكوى بتاعه المريض، الحرقان والحموضه العاليه والشرقه والاعراض اللي انا قلتها من شويه. طبعا في الحاله دي بنشخص طبعا ارتجاع مريء. تمام. وبنبدا العلاجات بتاعتنا، واوقات بنحتاج بقى اللي هو الايه الفحوصات بقى. الفحوصات اشهرها طبعا اللي هو منظار العلوي للمعده. المنظار طبعا بيحدد لي هل في ارتجاع مريء او لا. اوقات بنحتاج من ضمن الفحوصات اللي هو المانومتري بقى. تمام كده، او البي اتش، بنقيس البي اتش او اشعه درجه الحمضيه يعني بنقيس الحمض دي فحوصات متقدمه يعني. دي فحوصات بتتعمل برضو. تمام. بس اشهر طبعا الفحوصات اللي بنعملها واشهرها موجوده اللي هي المنظار العلوي للمعده. بينزل بكاميرا شوف المشكله طبعا شوف المشكله وشوف الفتحه بتاعت شوف الفتحه والصمام ما بين المعده والمريء. وعلى فكره كمان اوقات المنظار نفسه يقول مفيش اعراض خالص، مفيش ما يلاقيش اي علامات خالص من ارتجاع المريء في المنظار، ويكتب ان هو نورمال، والعيان معاه هارت بيرن والاعراض بتاعه الارتجاع. في الحالات دي اوقات بنحتاج بقى التحليل اللي هو الفحص اللي هو بتاع البي اتش. لكن زي ما قلت لك انا كل اللي بنعتمد عليه في التشخيص بتاع ارتجاع المريء هو الاساس الفحص الكلينيكي الشكوى بتاعه المريض. يعني مش مجرد ما يجي العيان يقول لي عندي هارت بيرن وحرقان وحموضه والاعراض اللي انا قلت لك من شويه، يلا خش اعمل منظار. لا، غالبا هو شخص له ارتجاع مريء، الا بقى لو مفيش ريسبونس بعد كده ممكن نحتاج استجابه للعلاج، ممكن نخش في فحوصات ازيد يعني. بالظبط كده. فاهمني؟ تمام. او فيت يا دكتور والله. تمام. شكرا.